بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل بقية الأسئلة اللي معانا. في سؤال بتقول جبت فراخ بلدي عمر 2.5 شهور، واحدة منهم لقيتها بتمشي على المفصل. ده بيبقى كساح. الكساح ده ممكن يجي نقص كالسيوم أو إن هي اتعرضت للرطوبة، بتنام على البلاط، بتنام على الأرض، بتنام على أي حاجة. عشان كده بالليل أنا هقول لكم على حاجة عشان الكلام ده نتفاداه. لازم تعملي اللي هوريهولك دلوقتي. المكان اللي بيناموا فيه عندي الفراخ والطيور، بصوا انا عامله ايه. عارفين شايفين؟ يا رب يكون واضح. انا على تحت الارض عشان يبقى سهل ان انا اكنس، حاطه شويه اللي هي شويه العلف دي، مش برميها اهي، دي شويه علف حطاها على الارض، وفوق منها شايفين السبيته دي سبيتة خضار عادي، بجيبها بحطها كده. الفراخ بالليل او البط بيطلع ينام عليها، طبعا البيبي بتاعهم بيبقى محطوط فين؟ بيبقى على الشوالة دي، فانا باخدها وبكنسها عادي. بس لازم يكون في فاصل بين عشان رجل الطائر بالليل، عشان انتوا عارفين بالليل ممكن الجو يبقى ساقع والارض فيها رطوبه، ما يبقاش مباشره الطير عندك بينام على الارض كده مباشره، كده غلط. ولو مش قادرة الموضوع ده مش عندك، هقولك على حاجة. لو السطح عندك مثلا مكشوف ماشي، فيش، احنا الصيف مش هيضايقنا في حاجة. بتجيبي خشب كده اهو، خشب عريض زي ده مثلا، بترميه في الارض، بيناموا عليه، بيبقى فيه فاصل بين جسمهم والارض. ده عشان موضوع الكساح وان هي الطير عندك بتلاقيه بيعرج. اعملي زي ما قلت لك كده، وان شاء الله الدنيا هتبقى حلوه. في حاجه كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال بتقولي هي الارانب مفيده ولا بتوسخ على الفاضي؟ لا بص، انا هقول لك بقى على حاجه بقى حلوه قوي. الارانب دي حدوته لوحدها خالص. عايزه تربي ارانب هتربيها، ما فيش جنبها اي فراخ ولا اي طيور تانية. حتى لو قلتيلي هربيهم في بطاريات، عارفين ليه؟ الفراخ بتتشعبط وبتتنطط وتطلع لك على البطاريه وتعمل بيبي وتنكش، مش كويس. الكلام ده لتربيه البطاريات، لا او انت كده، انا فهمت من كلامك ان مش كويسه للارضي. طبعا انت لو عندك سطوح طبعا ما تقدريش تحطي ارانب على السطوح، عشان بتقعد تحفر في الارض. تاني حاجة، اللي بيربوا الحاجات دي مثلا في الأرياف بيبقى عندهم مكان فاضي في الأرض مثلا، أو حتة أرض مباشرة، مش مباني، مش على سطوح. هي حلوة جدا جدا جدا. يعني كفاية انك انت على 40 يوم من ولادة الأرنب بتطلعيه بتبيعيه، بيبقى عندك على حسب. طبعا انا هكلمكم ان البلدي ده، الأرنب البلدي هو بيولد كتير وبيولد بسرعة، بس أحجامه مش بيوزن. بس الأرانب تانية اللي هي المستهجنة مثلا، في أرانب كتيرة، أنواع كتيرة، إنجليزي، في بلجيكي، في فنلندي، في بابيون، في كذا حاجة بتوزن أوزان حلوة قوي. بس الأرانب دي مش عايزة التربية الأرضية، عايزة اسمها بطاريات. الأرانب كويسة جدا على فكرة، وهي حلوة وبتحب النظافة على قد ما هي حلوة. بس انا بالنسبه لي يعني انا جربت تربيه البطاريات، ما نفعش معايا انا اربي ارضي، ده سطوح فمش هينفع. انا ربيت صراحه قبل كده ارانب، بس جه عليهم وقت كده اجربوا، رغم ان انا كنت حريصه جدا عليهم وكنت بجيب لهم علاجات وحقن وحاجات كتيره جدا. افوجئ الارنبه تولد يجي لها انقلاب رحمي، ابص الاقي الرحم بتاعها طالع بره. معرفش ايه اللي حصل معاهم، رغم ان كان انتاج كويس جدا وما كانش عدد كتير على فكره، كان انتاجها حلو قوي. بس بدات مشاكلها تزيد، فانا نفسي قفلت منها. ما اعرفش يعني، ما هي حلوه بس اهتمي بيها، وتحقيناتها وتحصيناتها واكلها، هي نظيفه مش وحشه، وهتنضفي لها، مش هتشمي اي ريحه. بس تربي ارنب على السطوح لا. الارانب البلدي او الارانب التانية دي، الارانب المستهجنه دي طبعا استحاله تعرفي تربيها من غير علافه، تجرب على طول في الارض. الارانب البلدي عادي، بس مشكلتها بتحفر في الارض. فهي حلوه مش وحشه.
وناس كتيرة بتعمل منها مشاريع، وخلي بالكم مشاريع هايلة مش وحشة، بس زي ما قلت لكم تربوها لوحدها. وانا من الناس اللي بتنصح اي حد يربي اي حاجة، ربي حاجة واحدة بس، ما تربيش كذا حاجة الا لو كانت حاجات بسيطة اعداد قليلة. كمان بتسألني بتقولي عايزة اعرف عن تربية البط وممكن يوصل لوزن كام، ولو عندك تجربة عملية للنوع البكيني او المولر. البط برضك جميل جدا، جميل، بس عارفين بقى هطلع لكم نوع واحد منهم جميل قوي، سواء للتجارة او سواء للاكل البيتي. في اللي هو هجيب لكم كام حاجة كده. البط الكوكي ده اللي هو صوته وحش ده يترمى اصلا، ما يتربوش. عارفين ليه؟ صوت على الفاضي ودوشة وحاجة فظيعة، وبتأكليه زي هو نفس الأكل اللي بياكلوا الحاجات الأنواع التانية، بس هقول لكم على حاجة، سعره رخيص جدا وملهوش سوق عندنا هنا. مثلا في ناس عندها أسواق تانية تمام، لكن عندنا احنا هنا ملهوش سوق. هتربيه لنفسك في البيت؟ لا، أنا هقول لك بقى تربي حاجة أحسن منه كمان. وده على 40 يوم، وممكن تذبحي 40 يوم 45 يوم شهرين، بس كل ما يقعد معاكي كل ما يكون لحمه احلى. بس يقعد ما يقعد مش هيزيد عن 3 كيلو، لو وفي اقل من 3 كيلو فده بناقص منه، ما انصحش بيه. عندك البط اللي هو البغال اللي هو المولر، يقول لك عين حمراء عين بيضة عين سمراء عين سوداء، هو نوع واحد. بغال ده مقرف، يجي عليه مرحلة هو بياكل شره في الأكل ملهوش حل، بياكل أكل بس بردك يوصل معاكي 3.5 4 كيلو لو وصلتيه ل4 شهور. هياكل علف، هياكل أكل بيت، هياكل كل حاجة، بس عنده يعني شراهة في الأكل بفظاعة، وشراهته دي بترجع عليهم هما، تبصي تلاقيهم بياكلوا بعض. أنا كنت أطلع على السطوح كده ألاقي الأرض دي كلها نقط دم 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 دم، ومنظر البطة من ورا يا حرام، أحس إن هي المعالم بتاعتها اختفت، ما عندهاش خلفية. 4 شهور أو 5 شهور ما يوصلش ل5 كيلو بجد. محدش يقولك بقى اسمعوا كلامي، أنا الناس اللي بتربي البيت اسمعي الكلام أنا اللي بقوله حاصل معايا. البط البلدي بقى طعمه حلو صراحة، بس اللي ما بيوصلش الأوزان كتيرة، يعني كبيره قوي. ذكر البط ده معاكي يقعد 5 6 شهور أو أكتر كمان، ممكن يوصل 3 4 كيلو. انا بتكلم يا جماعه على التربيه البيتي عشان محدش يعقب على كلامي. النتايه بقى ممكن 1.5 كيلو، ده لو كبرت قوي 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 2 كيلو ماشي تمام. ده بردك ما بحبهوش، انا بحب بجد البط المسكوفي. وهقول لكم على حاجه كمان تفوق البط المسكوفي. البط المسكوفي جميل جدا معاكي، بيوصل لاحجام الدكوره دي ممكن تعدي 6 كيلو معاكي. مثلا 3 4 شهور طبيعي عشان تاكلي بطه كويسه وتقولي انا باكل بط كطعم وكحجم، ما تخليهاش عندك اقل من 5 شهور. في ناس بتقولك 4 واقل، لا، يديكي وزن بس طعم لا، تحسي اللحمه مش مظبوطه. عشان تقولي هاكل بط 5 6 شهور. بط المسكوفي حلو جدا كاكل. وهقولك على حاجه ممكن تعمليها، هو الانتايه ممكن تعمل معاكي 4 كيلو 4 الا ربع. هي تبيض على 6 شهور والذكر يكسر على 6 شهور، بس بتضلين لما بطه ترقد. فاحنا كده عايزين ناخده منه، مثلا ناخد لو عندنا حاجه بترقد ناخده كميه بيض ونحطها تحت حاجه عندنا بترقد. الفرخه ممكن ترقد على مثلا 3 بيضات مسكوفي، حلو مش وحش. عندك حاجه تانية فرخه بقى بطه بلدي بتبيض وهترقد، شيل البط البلدي البيض البلدي وحط لها البط المسكوفي، بيض البط المسكوفي. واحلى كمان من اللي انا بقوله ده الخليط بتاع البط البلدي والمسكوفي، ده ملهوش حل بصراحه. هو اي نعم مش هيوصل للحجم بتاع البط المسكوفي الخالص، بس بجد مش بيفرق. يعني مثلا هو هيفرق نص كيلو او كيلو مش اكتر من كده، بس طعم ورقد وسلالة ومقاومة للأمراض، ويقعد معاكي شتاء صيف، ومش بتاع زروطة
والحر يستحمله، السقعة يستحملها، مش وحش. استنبط يا جماعة الحاجات اللي انا بحطها، اللي انا قلت لكم عليها، الشيح، الحلبة، الكلور، البرشام الريفو ده لأي نوع عندك من انواع الطيور، وما تشغليش بالك بحاجة. هقول لكم على حاجة عشان الناس اللي بتزعل ان البط بيعمل بيزروت المية. يمكن اكتر حاجة بتضايق الناس زروطة المية. بصوا انا هوريكم حاجة انا كنت شرحها شرح تفصيلي على فيديو سابق. بصوا دي بقى ما بلاقيش مية، شايفينها؟ دي انا شرحاها على فيديو اهو. بصوا انا عاملة ايه، بصوا في ناس هتفهم بالشكل. والازازة اهي، دي بقى مفيش زروط. دي أأمن حاجة تقدري تعمليها عندك على السطوح لو انتي بتربي بط. مش هتلاقي موضوع الزروطة دي والمية، وانتوا احنا عارفين البط بتاع دوشة في كده. ويا رب اكون يعني شرحت للاختين اللي انا كنت كانوا سائليني، وانا بجد بجد مبسوطة من الاسئلة دي. وتحت امركم برضو في اي سؤال او اي حاجة. ويلا اشوفكم فيديو تاني على وانتوا بخير يا رب دايما. يلا اي سؤال انا تحت امركم، في امان الله.